الترم التاني ده مش عادي، يا اما يرفعك سنة قدام يا اما يضيع منك سنة كاملة. اسمعني للاخر، انا هديك اهم 10 نصايح للترم التاني، فعشان كده قررت ان الفيديو ده هيكون اهم 10 نصايح ازاي نبدأ الترم التاني صح. خليك معايا. اول نصيحة هقول لكم عليها ان مهما كان نتيجة الترم الاول ومهما كان احنا عملنا ايه، سواء ذاكرنا او ما ذاكرناش، فخلاص ده قضاء وقدر، وخلاص ده حاجة فاتت وعد. فالمهم ان احنا نفكر في اللي جاي وننسى خلاص الحاجات اللي فاتت، ونفكر ازاي هنذاكر الترم التاني صح، ما نقعش في نفس الغلطات اللي احنا وقعنا فيها في الترم الاول. لو فضلنا نفكر كتير في الماضي وفي الحاجات اللي احنا عملناها في الترم الاول، فده مش هيخلينا ان احنا نعمل حاجة جديدة او يخلينا ناخد خطوة في ان احنا نتحسن. فعشان كده المفروض ان احنا ننسى كل اللي فات، خلاص اللي حصل حصل، مفيش حاجة تقدر تغير اللي حصل، ونبدأ صفحة جديدة علشان نحاول نحسن درجات الترم ده. تاني نصيحة انك ما تراكمش اللي عليك. يعني انا مثلا لو عارف انا عندي درس بكره، المفروض ان انا ابقى جاهز له، ابقى مجهز كل حاجة علشان لما اروح الدرس اكون مستعد واذاكر على طول علشان ما اضيعش وقت. وبسبب كمان ان الترم التاني مش طويل زي الترم الاول، ده غير كمان رمضان وفترة العيد، فكل ده هياخد مننا وقت كتير. عشان كده اهم حاجة في الترم التاني ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نراكمش حاجة علينا. انا عارف ان الموضوع ممكن يبقى صعب شوية، بس احنا نحاول نعمل اللي علينا ونخلي عندنا هدف علشان ربنا يفرجها. تالت نصيحة، قاعدة العشر دقايق. لو مكسل فاستخدم القاعدة دي، انك تقول لنفسك انا هبدأ 10 دقايق بس. اول ما تبدأ هتكمل عادي، اصعب حاجة هما اول 10 دقايق، فاستخدم القاعدة دي هتفيدك جدا. رابع نصيحة، انك تعمل جدول يومي بالحاجات اللي عايزها تعملها النهاردة. اعمل جدول لبكرة قبل ما تنام النهاردة، لان حرفيا الجدول اليومي بينظم لينا يومنا وبينظم لينا الدروس اللي احنا عايزين نذاكرها النهاردة. فعشان ما نقعدش نفكر كل شوية احنا عايزين نذاكر ايه وعايزين نعمل ايه، فبتكون منظمة بالحاجات اللي احنا عايزينها. اعملها النهاردة. انا بفضل الجدول اليومي اكتر من الاسبوعي، لان انا بحس ان منظم اكتر، بحيث ان انا اول ما اصحى اعرف اللي انا عاوز اعمله النهارده، ما اشغلش نفسي ببقيه الاسبوع. انا اشوف بس ايه اللي انا هعمله النهارده وايه اللي انا اقدر اعمله النهارده. خامس نصيحه، دروس على اليوتيوب والانترنت. في شرح كتير جدا لكل ماده، انك تاخد درس عند مدرس ده حلو قوي، لكن انك عندك يوتيوب، واليوتيوب بقى منصه كبيره جدا تحتوي على صناع محتوى كتير، واكيد في منهم مدرسين، فخد اللي انت عاوزه دروس ببلاش. وكمان في دروس اونلاين بتكون بتدفع زي السنتر. في طلاب بتفضل دروس الاونلاين وفي طلاب بتفضل السناتر. انا على نفسي بفضل السناتر، ان انا اروح ويكون في تواصل اجتماعي، اتعرف على اصحاب جديده بعد الحصه او قبل الحصه. بس ده مش يمنع انك تسمع فيديوهات على اليوتيوب، انت عندك حريه الاختيار. قبل ما نكمل ما تنساش اللايك والاشتراك وشير الفيديو ده لاي حد من صحابك لعله يستفيد. ويلا نكمل. سادس نصيحة، ان احنا نبدأ بالمادة اللي ما كناش احسن حاجة فيها في الترم الاول، لان لما يبقى في مادة صعبة لو ان احنا مش عارفين نذاكرها، فالاحسن ان احنا نبدأ بيها الاول عشان نعرف هي بتتكلم عن ايه ونستوعبها ونفهمها ونكون احسن، لان الترم التاني ده اخر فرصة. سابع نصيحة، ان احنا نراجع على الدرس القديم. يعني كل ما نخلص درس جديد نراجع على الدرس القديم، حتى لو احنا كنا مذاكرين الدرس ده كويس، بس الافضل ان احنا نراجعه كل فترة علشان نفضل فاكرينه على طول. خصوصا لو مواد زي دي الانجليزي والتاريخ والساينس هي العلوم، تحتاج مننا ان احنا نراجعها كل شوية علشان ما ننساش كلمات او ما ننساش اي حاجة. عموما تسألني تراجع امتى؟ اول تلت ساعة لما تيجي تذاكر المادة راجع الدرس، وبعد كده ذاكر الدرس الجديد، وتاني يوم نفس الحكاية راجع الدرس اللي بعد الدرس اللي احنا رجعناه المرة اللي فاتت، وذاكر برضو الدرس الجديد. تامن نصيحة، ان احنا ننام كويس. ده انا مجهز لكم فيديو عن النوم لازم نعمله، ده موضوع كبير.
لان النوم فعلا مهم جدا عشان نعرف نركز ونعرف نذاكر الدروس اللي علينا. يعني مثلا ما نقعدش نقول ان انا هطبق النهارده علشان اذاكر الدروس اللي عليا، لان ده في الاخر بيجي نتائج عكسيه، بيخلينا ان احنا نضيع وقت على الفاضي واحنا مش مركزين اصلا في الماده اللي احنا بنذاكرها. وعشان كده الافضل ان احنا ننام وبعد كده لما نصحى نذاكر المواد اللي علينا. وكمان افضل حاجه ان احنا ننام بدري ونصحى بدري، وان ندرب نفسنا على كده من دلوقتي علشان الترم التاني نكون منظمين نفسنا. تاسع نصيحة ان احنا نعمل ملخصات للدروس. طب الملخصات دي هتفيدنا في ايه؟ لان ساعات بنبقى عايزين كل فترة ان احنا نراجع على الحاجات القديمة، بدل ما اقعد اقرأ كل شرح القديم وتعب نفسي اقرأ ملخصات اللي انا عملتها، فتكون سهلة ان انا اقراها بسرعة، وكمان تكون ملخصة لكل الحاجات في الدروس اللي انا عاوز اراجعها. عاشر نصيحة ان احنا ما نضغطش نفسنا في اول الترم ونقعد نقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، ونضغط نفسنا في اول الترم وباقي الترم نريح. لان لما نضغط نفسنا في بداية الترم ونقعد نقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، ده يخلينا دوبامين الانجاز يحسسك انك خلصت المنهج وانت في الواقع لسه في نصه او لسه ما بدأتش، وفي الاخر مش هتقدر تمشي بنفس الطاقة دي. ودي كانت اهم النصائح، وطبعا في نصائح تانية عرفوني لو عايزين. وايه المشاكل اللي بتواجهك اكتبلي في كومنت. وما تنساش تشوف الفيديوهات القديمة اللي هتساعدك تطور من نفسك. عاوزك تعرف ان الترم التاني فرصة ليك انك تعوض الترم اللي فات او تزود درجاتك وتطلع من الاوائل. وفي الخاتمة اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة. ولو وصلت لحد هنا عرفني في كومنت واشترك في القناة، ولو عجبتك شجعنا بلايك. متنساش مع بعض اخليك الف.